بالنسبه للرقاه، الكلام هذا موجه لكم انتم الرقاه. انا ماني مسؤول عنكم ولا اني مديركم، لكن انا اتوقع انه قد اكون اقدم واحد الان في العصر الحديث، اقدم واحد في الرقاه، وعندي خلفيه كثيره جدا. فلذلك انا انصح نصيحه لوجه الله: لا تشخص حاله، لا تشخص حاله، اصلا ما يجوز. لا تشخص حاله ابدا الا اذا انت متيقن بنسبه 100%، متيقن بنسبه 100%، لان الشياطين تكذب. الشيء الثاني، اغلب الرقاه ما هم معبرين، اغلب الرقاه ما يعبرون الرؤى، فلذلك انت ممكن يجيك رؤيه وتعبرها انت على كيفك، ثم تبني عليها كلام. هذا لكم الرقاه. ولي انا شخصيا، اذا جاك المريض اقرا عليه، فاذا نطق عليه المس وكان مس متمرد، يعني رفض يخرج، انا قاعد اتكلم بشفافيه وبوضوح، لانه في مس ينطق، وفي مس عنيد، وفي مس يتحمل الرقيه، يتحمل ما قرات عليه، يتحمل، ممكن يصرخ، ممكن يقول لك خلاص عهدك بالله اطلع، بعدين يطلع ويعود. يعني فيه متمرسين زي ما البشر متمرسين. الحين احنا بني البشر، يعني ممكن تجيب واحد تقعد تجلد فيه من الصباح حتى الظهر وما يبكي، وممكن واحد بس تقول والله اجلدك يبكي. صح كلامي ولا مو صح؟ احنا بني بشر، اول ما تقول له والله لا اجلدك يبكي على طول، لسه ما جلدته يبكي. وبعضهم لا، ممكن تقعد تصك فيه من الصباح لليل يا دوب بس يرمش. طيب معناته الشياطين هم نفس الشيء. الشياطين ممكن تقرا على شخص